السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. وإذا أنتوا جداد على قناتي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك للفيديو لحتى تكبر قناتي بوجودكم. يسعد لي قلبكم يا رب. الفيديو الماضي صراحة كانوا اللايكات قلال والتفاعل قليل كتير كتير على الفيديو، فالله يسامحكم يا رب، تضيعوا لي تعبي على الفاضي. خلي لي قلبكم، انا الله يسعدكم، عم بمزح معكم والله ما بتقصروا. وشو كمان، حبيت انه هيك ابدا الفيديو اليوم معكم بروتين جديد ان شاء الله اذا الله راد. خلي لي قلبكم، لا تنسوني من اللايك والاشتراك بقناتي فضلا وليس امرا. اول شي عم بسوي لهم حليب للولاد وكعكات سخانه. بتشكوا بالكاسات الكبار، بتعرفوا انتو يعني الحليب رأسا بيغب يعني الكعك. فالحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. وإن شاء الله صحتين وهنا على قلبهم. هون سبحان الله جاي الكعك السخانة كتير كتير مقمر، فعاطي على طعمة مرار قد يعني مثل ما انكم شايفين في وحدة قلبها أبيض وفي وحدة كتير قلبها مقمر، فعاطي على طعمة مرار الكعك. فالحمد لله رب العالمين على كل الأحوال، وكله نعمة والحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. لا ننسى صبايا نذكر الله ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ونبلش الفيديو اليوم وروتين اليوم، وطمنوني عنكم يا صبايا، شو عم تعملوا، شو عم تساووا. خليلي قلبكم، الله يسعدكم على كل التعليقات الحلوة اللي كتبتوا لي اياها بالفيديو الماضي. هلا شوفوا من ناحية الصبايا اللي كتبوا لي انه نحن بأنقرة وما عنا تلج. انتي بأين منطقة؟ لا كتبت انا بالتعليقات بأين منطقة وهن كتبوا لي. بس المهم انه ليش عندهم ما في تلج عنا في تلج، والله هي بإيد رب العالمين ما بعرف. بس سبحان الله انا ما بحب الكذب. والله كان بنهار عن جد نهار الاحد كبسة تلج كبيرة. وهذا سبحان الله فقت هلا صورت قلت مشان ما انسى اردي على الصبايا انه التلج والله يسع بالارض وسقعة وكتير كتير الجو بارد، يعني الشمس يا دوبها هيك مبينة ضو يعني. هلا انا برات البيت والله ما عم بطلع، بس جوزي عم بقلي انه الجو بارد بارد كتير كتير برا، يعني هوا وسقعة. والمسكين عم بطلع يعني من 7 الصبح، 7 ونص، فالجو كتير بارد. فالحمد لله رب العالمين، والله يسعد لي كل ايامكم يا رب. وهذا التلج مصور هلا، يعني ما بدي احلف لكم يمين قبل بساعة من هلا. عرفتوا شلون؟ يعني لسه التلجات بالارض على البلكون برا. ايه فهي قهوتي. تعرفوا انه انا بشرب قهوة طبعا انا واختي. فقلت لها شوفوا هدول الفناجين عندي هون صحيح فخار، بس بسعوا فنجان كتير منيح وانا شريبة قهوة. فبصراحة كتير كتير بحبهم لهدول الفناجين. اطيب من هدوك، وبحب هدول اللي موديلهم كشاشة، بجي الفنجان بعبي قهوة كتير منيح يعني كمان. بعبي الراس يعني، عرفتوا كيف؟ بس فناجين البطة بجو هيك قلبهم صغير. فالحمد لله رب العالمين كمان كله نعمة. هون كانت اختي عم تستناني انه ارجع ادق لها احكي معها، قلت لها يلا بس اصور القهوة وابلش بلف الملفوف رأسا رح ادق لك. قالت لي ايه تمام. سبحان الله وضليت معي هيك لبين ما خلصت لف الملفوف كلياته هي عم تحكي معي. وبعدين سكرت وكمان عبيت الباذنجان حطيته على الغاز. فالمهم الحمد لله رب العالمين، حطيت للرز نقع هون 4 كاسات رز. حطيت لهم كمان الدهنة، سبحان الله جايب لي اياها جوزي مي ناعمة خشنة. عم انه انا قلت له جيب لي اياها ناعمة، فما بعرف وصيته على لحمة خشنة قام جاب لي الدهنة خشنة وبرك فرمه هو. فالمهم الحمد لله رب العالمين ما كترت، خفت تطلع في تم الولاد ويقوموا بلشوا لي، بتعرفوا انتوا القصة الحزينة. فحطيت لحمة وحطيت الثوم والنعناع. هلا بتقولوا لي ما بدها ثوم ونعناع، انا بحط لها ثوم ونعناع بقلبها بتطلع طيبة وبتطلع اطيب. وبحط لها دبس بندورة، وبحط لها كمان ملح وبهار. وعساس كنت بدي احط لها بقلبها دبس رمان اجربها. فسبحان الله نسيته، يعني مع طول بحط الدبس الرمان. فحطيته بالطنجرة بالاخير يعني مع تعقيد المي. والحمد لله رب العالمين طلع طيب وبشهي القلب، والحمد لله الله يديمه نعمة علينا يا رب ويحفظهم الزوال. تعالوا لحكي لكم على قصة صارت معي يا بنات.
هي نهار السبت، وبصراحة أنا ما حبيت أحكي فيها لحتى إنه أسأل جوزي عنها. فسبحان الله قال لي يعني عادي ما يفرقها يعني. فحبيت إنه أقولكن إياها وتحطوا حالكن بموقف مثلا مثل موقفي أنا، وتكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم إذا صار معكم هذا الموقف شو بتتصرفوا. فالمهم الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال، وش رب العالمين كاتب علينا رح نشوفه أكيد. فالمهم إنه نهار السبت كان جوزي عم بجيب لي أغراض من شارع السوريين. فسبحان الله عم بحكي معي على التليفون شو لازمك شو بدك. فقلت له إنه هيك هيك بدي. قام سبحان الله تسكر الخط. أنا مبالي خلص رصيده، بده يرجع يدق لي بعد شوي. ما في راحت الشغلة نص ساعة ورجع دق لي. قال لي إنه أنا ركبوني بالسيارة هي تبعت شو اسمها تبعت البوليس، إنه مشان ترحيل وما ترحيل والأمور هي. فيا صبايا قلبي طب، ما بقى أعرف شو بدي أتصرف. توترت، عصبت، انقهرت. قال لي برجع بحكي معك، وأنا خفت هالزلمة يسكروه خطه يروح التليفون يعني إنه ما يجي على البيت. بصراحة ضلالي شهرين أنا لولادتي. فقلت يا ربي دخيلك شو كنت اكلي همي وين ده حط ولادي، يعني هلا دا اكل هم وين جوزي بده يصير، ولادي وين بده يصيروا. يعني انا سبحان الله من نوع اللي بخاف كتير كتير على جوزي، يعني مو مالي حدا هون غيره. كتير بخاف عليه وبخاف على الولاد انه وين ضعيفهم من اذا نزل هو على سوريا مثلا شالوه رحلوه. عم انه جوزي ما عنده شي طول طول طول، يعني ما عامل شي، والحمد لله امورنا كلها تمام الحمد لله. فالشي اللي بخوف انه رأسا لما شافوه شايل بس شهادة السواقة، فضربوا له فيشه. الحمد لله رب العالمين قام طالعوه من المخفر يعني بعد تقريبا نص ساعة. فسبحان الله تلاقوا قلبي طب يعني. ما بعرف، حسيت انه والله العظيم حسيت حالي صرت يتيمة من بعده والله. يعني هلا عم بحكي لكم بس شوفوا الصدمة اللي انصدمتها، يعني لما قال لي انه ركبوني بالسيارة دي ياخدوني. ياي ياي قلبي قلبي يعني طب محله والله العظيم. يعني ايش بدي اقول لكم ما بقى اعرف. والبنات هون جنبي ما بقى عم بلعبوا ايش عم بسووا، عم بزعطوا، صرت عيط تسكتوا خلاص توترت يعني انا كمان ما بقى اتحمل. ما في نص ساعة ولا دق لي قال لي انا طلعت. قلت له الحمد لله على السلامة والله وقعت لي قلبي وهيك. قال لي رح اجيب لكم حلو اجي. قلت له لا لا تجيب حلو ايش هو يعني لا ايش الحلو. قال لي مو طلعت هذا من المخفر. خلص بدي اجيب لكم حلو احليكم. فالمهم يعني قلت له انا ما بحب الحلو يعني ما زيادة. سبحان الله بحملي هاد يعني ابدا ابدا ما عم بهوى الحلو، يعني ما عم باكل حلو كتير كتير قليل. ولما عم باكل حلو سبحان الله كل النهار عم بضل هيك نفسيتي مخبوطة يعني. ما عم بتقبل الحلو قد ما عم باكل يعني الموالح اكتر شي الموالح. فالمهم يا بنات اجا قام قال لي لكن رح اجيب لكم اكل جاهز. فسبحان الله شفتوا الفيديو الماضي قلت لكم انه جوزي جاب لي لحم باجين وعيش البلبل. فهو كانت والله لا على البال ولا على الخاطر، يا اني كانت طبختنا محشي وكان عم جيب لي اغراض المحاشي يعني. ايه فسبحان الله انقلبت الاكل كلياتها. فسبحان الله لما اجى على البيت فلقاني كتير مزعوجة ومقهورة وهيك. قال لي انتي ليه بتنزعجي من شغلة صغيرة يعني عادي، واذا صار يعني مو قدر الله ما شاء فعل. إيه فالحمد لله يعني. بس قلت له يعني ما وقتها يعني ضل لي شهرين وبولد، يعني وين ولادي وين دعيفهم وين اذا اخذوك انت على سوريا. قال لي ملك ما رح يعمل شي يعني. وجوزي مو شايل هويته يعني عايف شهادة السواقة بقفا التليفون. فسبحان الله يعني هون قد ما صاير تدقيق على هيك امور فالواحد صاير كتير عم بيخاف، اللي عامل شي والما عامل شي صاير كله عم بيخاف. فسبحان الله الحمد لله رب العالمين على كل الاحوال. بعدين لما نزل تلج هيك ولعب الولاد وانبسط معهم وهيك غير جو يعني. تلاقيه كمان هو اكتئب يعني انزعج. فالحمد لله رب العالمين طلع من المخفر وحب انه هيك يحلينا. بس يا صبايا والله لو انا وضعي يعني شلون بدي اقولكم اياها والله ما بعرف. لما خبرني بتلاقوا مثل واحد انصدم يعني اجته مثل بعيد الشر يعني هيك مثل حالة وفاة والله العظيم. يعني سبحان الله الزلمة بالبيت غير، وخصوصي انه انا معلقة برقبته يعني هلا عندي انا مسؤولية كبيرة.
وهو بده يشيلني يعني إجباري، ما عندي حل تاني يعني، ما عندي حدا غيره. فالحمد لله رب العالمين، والله يكون بعون العالم اللي ترحلت على سوريا. والله في ناس إلها ذنب، في ناس ما لها ذنب، فالله يكون بالعون. فالحمد لله رب العالمين. والله بصراحة ما كنت حابة إنه أحكي لكم هاي القصة، فلقيت إنه المحشي هيك قصته طويلة يعني، شفتوا انتو كله تعباية وحشي ولف وهيك، فحبيت إنه هيك أسليكم بقصة وفكرة صارت معي وما حبيت إنه أحكي فيها. فلما سألته لجوزي قال لي لا عادي ولا يهمك. فانتوا قولولي كيف تكون ردة فعلكم بهيك موقف. هلا بعيد الشر والله لا يقدر يا رب العيلة تتفرق عن بعضها، يعني كتير كتير صعبة. وقلت لكم أنا والله بصراحة يعني أكتر شيء أكلت هم ولادي وأكلت هم جوزي، والدنيا شتوية يعني، وشفتوا كل شي بده مصروف، والله يكون بالعون أحسن الشي. فالحمد لله رب العالمين على كل الأحوال، والله هيك يهون علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميع. خليلي لكم يا صبايا، والله يسعدكم يا رب. وقولوا لي شو عم تطبخوا اليوم، شو عم تساووا، شو طبخاتكم، شو مشاريعكم. الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. وهي كانت طبخة يوم الأحد، بس سبحان الله قلت لكم يعني، وقلت لكم نهار الأحد يعني كان عندي أكل جاهز، جوزي جاب لي إياه. فسبحان الله الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. وهيك يا رب يرجعنا على بلادنا بخير وسلامة وسالمين غالمين يا رب، لحنا أولادنا وأطفالنا يا رب، قولوا آمين. خلي لي قلبكن يا صبايا، والله ييسر أمري وأمركن يا رب. وإن شاء الله كل صبية بتشتهي الحبل الله يطعمها يا رب، ولا يحرمون من حدا الذرية الصالحة. وإن شاء الله بأيامي بالسلامة، وأيام كل صبية كمان كاتبت لي إنه حامل، إن شاء الله بأيامكم بالسلامة يا صبايا، وفرحة قلبكن يا رب، أطفالكن يا رب. خلي لي قلبكن. وصلت معكم لآخر طبخة المحشي مثل ما انكم شايفين. هلا لقلكم النهار اللي كنت عم بطبخ أنا اليالنجي، سبحان الله عندي كباسة فخار، فما بعرف عبان هذا الطنجرة كانت سكة، إشو شربانة حمض زيادة، ملح ليمون، والله ما بعرف يعني إيش الموضوع، ما أدري. فسبحان الله نسيان إنه أشتري واحدة غيرها، فهي طقت انكسرت يعني. فحطيت هون طبقة البلور، يعني عندي طناجر تيفال، ففكيت الطبقة هي شو اسمها اللي بالنص المسكة، وبعدين حطيت بس طبقة الإزاز يعني وتقلتها في الطنجرة. فالمهم يعني إنه لقينا حل، والحمد لله رب العالمين. المهم إنه الواحد يمشي وضعه يعني بالوقت الحالي. هون خلصت جلي يا صبايا وليفت المجلة وصار الشغل كله هيك سوبر على الأخير. الحمد لله رب العالمين. هون مثل ما بتعرفوا إجباري الواحد إذا كان عم بطبخ فالغاز بتوسخ، فتركت الغاز بس حطيت عليه المحشي وتركته. وهون يا صبايا بعدين دخلت على البيت لقيت الولاد متعشبين على الشباك عم بتفرجوا، فقلت انا شو بدي اساوي، بدي اصور لكم مقطع يعني بسيط. هو سبحان الله هون ما بتبين نسمات التلج، بس هي كانت ما شاء الله كتيرة. هون كانت كيبسة تلجة، عرفت شلون. صورت مقطع وبعدين حطيت المحشي على الغاز، يعني بتعرفوا بس نحط على الواطي فالواحد بياخد له رقدة. فرحت والله نمت لي ساعة، فقت ولا لقيت سبحان الله التلج بيني منيح يعني. فهون عشينا الولاد وبعدين طالعناهم لعبناهم. شفتوا على الفيديو الماضي لما شفتوا انتو التلج بيني منيح. ما حدا صدق سبحان الله انه التلج هذا بأنقرة، والله بأنقرة، وهي جنينة البيت عندي. وسبحان الله هيك بنى التلج ولعبنا فيه، ولهلأ هسه مبين يعني برا. فالله يبعت الخير ويبيض حظنا وحظ البنات يا رب. وإن شاء الله هيك كل صبية شايفتني خلي لي قلبي الله يسعدكم يا رب. إن شاء الله هيك بريحة بالي وبالكم، قولوا آمين. دخلنا والله وصفينا المحشي، ومثل ما انكم شايفين كانت هون الكاميرا ما عم بتصور. وبعدين شغلت مقطع قصير يعني، بس هيك طبقت كم وحدة فوقهم وبعدين شلتها. فالمهم الحمد لله رب العالمين تعشينا وانبسطنا، وكان نهار الأحد يعني هو الجو بارد وما طلعنا ولا دخلنا، بس كان سبحان الله الأجواء يعني بشكل عام يعني برد بوز. وفي صبايا كتبولي من حلب كمان إنه الجو عنا برد بوز. هلا يا صبايا كمان سألتوني وين أنا بحلب، أنا ماني بحلب، أنا بتركيا بأنقرة. الحمد لله رب العالمين صارنا 10 سنين على هذا الجو. حسينا حالنا خلص تعودنا يعني، عرفتوا كيف البرد والسقعة والبوز وهيك، لا خلص تعودنا الحمد لله رب العالمين.
المهم انه الاولاد يبقوا دفيانين، ما يطلعوا يشموا هوا بارد وهيك يعني. والحمد لله رب العالمين، هيك عشان لليوم، والحمد لله الله يديموا علينا نعمة يا رب، يحفظهم الزوال. خبروني يا صبايا مين كتب لي بالتعليقات بالفيديو الماضي انه عامل محشي، ان شاء الله الف صحة وهنا يا رب. إيه، بالنهار اللي كنتوا انتوا عاملين محشي كمان انا كنت عاملة محشي. والحمد لله رب العالمين، الله يديموا علينا نعمة يا رب، يحفظهم الزوال. هون كمان الباذنجانات كنت عاملتهم مونة، قلت لكم انه انا بس بملحهم وبحطهم بالتلاجة، فطالعتهم حليتهم وسويتهم كمان. وهذا كان روتين اخر السهرة، فحبيت انه كمان اصور لكم. حطيت رشة بزر او سويت شاي، جوزي ما بحسن بلا شاي بعد الاكل يعني يا صبايا، بعتذر يعني قهوة ميلو شغلة إيه ما بحسن، خلص بده شاي، عرفتوا شلون. لما بسوي بريق البلور بقلي ما عبيت راسي، فبسوي له ببريقه الاساسي. فبشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة، وبدي اقولكم سلام.